تمهيدا للرحيل، أوسوريو يستقر على استبعاد هذا الثنائي من قائمة الزمالك للبطولة العربية. المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك استقر بشكل رسمي على استبعاد 2 من اللاعبين من قائمة الزمالك لمباريات البطولة العربية القادمة. وكان نادي الزمالك قد عاد للتدريبات اليوم استعدادا لمباراة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة القادم في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من البطولة. وبحسب تقارير صحفية صادرة من داخل نادي الزمالك، استقر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على استبعاد كل من محمود شبانة وعبد الله جمعة، وذلك من قائمة الزمالك المتجهة إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية، حيث يستعد نادي الزمالك للسفر إلى السعودية مساء الأحد من أجل الاستعدادات لخوض منافسات تلك البطولة. ومن الممكن أن يكون استبعاد أوسوريو لهذا الثنائي من قائمة البطولة تمهيدا لرحيلهم من قائمة الفريق الفترة القادمة. فيما قرر مدرب الزمالك تواجد اللاعب محمود علاء العائد من الإعارة في قائمة الفريق في مركز الدفاع بدلا من محمود شبانة، بينما سيتواجد في الجانب الأيسر أحمد فتوح وحاتم سكر وربما ناشئ آخر من ناشئي نادي الزمالك.